السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. من آخر فيديو آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة ويكون عجبتكم. النهاردة ان شاء الله كده معانا وصفة حلوة ومغذية لأولادنا، والشتاء كمان داخل علينا. هي بتمشي في جميع الأحوال، شتاء صيف ماشية، بس في الشتاء أكتر. وهي البليلة. بجيب هنا قمح بليلة يا حبايب قلبي. انا هنا معايا نص كيلو قمح بليلة، انت ممكن تجيبي ربع كيلو، ممكن تجيبي اكتر اقل، دي حاجة ترجع لك الكمية اللي انت عايزاها. انا بنقي بقى ايه حبة بليلة غير اللون الطبيعي اللي انا شايفاه، يعني مثلا حاجة مسودة، زلطاية، ساعات بنلاقي فيها مكرونايه كده. شوفوا اهو، بوريكم اهو، بصي دي لونها مختلف ازاي. بقولك لا، ما تخليهاش في القمح البليله. تمام يا حبيب قلبي، مغذيه جدا جدا جدا. ما تنسيش بقى يا حبيبه قلبي تحطي لي اللايك والشير وكومنت حلو عشان يوصل لك كل جديد من الوصفات بتاعتي. هنا كنت خلاص غسلتها كذا مره في الحوض وصفيتها في المصفى كده. بجيب اي علبة عندي او اي حلة حتى اللي هسلق فيها ممكن تحطيها فيها عادي، وهتنقعيها. انا بحط هنا مية سخنة عشان تساعد معايا على على النقع بتاع القمح البليلة، لان القمح البليلة ده بيبقى ناشف جدا، يبقى عامل زي الترمس كده مثلا، عاملين بمعاملة الترمس. تمام. دي قمحة كاملة يعني، وهتحطيها كده هتلاقيها تتفتح معاكي مع لما تنقعيها، ولما تسلقيها بتفتح معاكي اكتر وبتبقى طرية. تمام. هنا اللي عندي العلبة دي متخافوش، عشان لو المية سخنة ولا حاجة دي يعني ايه بتخش الميكرويف. انتي بقى لو عندك بلاستيك عادي ما تحطوش. تمام. بغطيها كده وبقفل عليها كده. سبتها، انا كنت سبتها ممكن تنقعيها من 5 ساعات، انا الصراحه سبتها حوالي 12 ساعه. انت ممكن 5 ساعات تقضي وتوفي، بس هتاخد مده شويه على السلق. فانا نقعتها من بالليل وصحيت الصبح كده النهارده يا حبيب قلبي، وقلت عشان نفطر بيها ونحط لها كده اللبن. وفي ناس بتعملها عاشوره، ان شاء الله هعمل لكم وصفه العاشوره لوحديها عشان ما تتلخبطوش كده. بعد ما وريتكم نقعت ومسكتها بقى، طبعا شطفتها من الميه كذا مره وصفتها. ده شكلها كده لما اتنقعت 12 ساعه. هنا كده عندي الحله يا حبيب قلبي، بتغلي فيها ميه، وبنزل فيها القمح البليل بتاعي اللي انا نقعاه 12 ساعه. انت ممكن تنقعيها 5 ساعات مفيش مشكله، بس هتاخد سيكه شويه شويه على النار بتستلق. تمام. كل ما تنقعيها اكتر بالسوا ما بتاخدش معاكي وقت. نقلبها كده وخلاص بتشرب ميتها. بشوفها بمسكها دابت بين صوابعي كده، ما دابتش بزود لها ميه سخنه تاني، ميه سخنه ما تزودهاش ميه ساقعه كده. خلاص بوريكم بقى شكلها. في ناس بتحب تزود زي يعني ايه ربع كوبايه رز كده، بتخليها لونها ابيض شويه، بس احنا عايزينها مغذيه اكتر، فخليها بالقمح. ما نزودلهاش يعني رز. انت عايزه تزودي لها رز عشان يبقى لونها مبيض زودي، ما فيش مشكله. بتزوديها بقى امتى؟ بتزوديها وانت بتحطيها على النار. يعني انا بفضي كده الميه بتغلي، حتى ميه مغليه على النار، بحط القمح البليل اللي انا نقعاه، احط معاها الربع كوبايه رز طبعا غسلاه ومصفيه. هنا خلاص بحط بقى معلقه السكر او السكر اللي يناسبك، وانزل عليها بقى طبعا بلبن سخن، وتاكليها كده بألف هنا وألف شفاء. اي نوع لبن انت حباه، لبن بتاع اللبان، لبن مبستر، اللي انت حباه كده. بقلبها كويس وتختلط. طعمها تحفه يا ولاد، والله العظيم تحفه تحفه تحفه. اعملوها لاولادكم، حلوه ومغذيه جدا للاولاد، ياخدوها كده وهم رايحين المدرسه كده الصبح طبق كده قبل ما يمشوا.